سيد العالم المحترم، السادة المنتخبون، السادة رؤساء المصالح الخارجية، المجتمع المدني، أتشرف بتقديم مخرجات ورشة الصحة التي عرفت تفاعلا منقطع النظير بحضور 145 مشارك والمداخلات فقط 4 مداخلات. أتقدم بالشكر الجزيل لمقرر الورشة السيد السيسي حسن على نقله المهمة بأمانة، فهو تشخيص وصفي لمخرجات الورشة. وأشكر أيضا السيد باشا الدفالي الذي أبطل معنا الورشة. تم تقسيم الورشة إلى 3 محاور. المحور الأول يعني سيهم البنية التحتية، الموارد البشرية، البعد إعاقة في مجال الصحة، وأيضا الحكام. بالنسبة للبنية التحتية تتمثل الإشكاليات المطروحة في ضعف الخدمات الصحية المقدمة من طرف المؤسسات الصحية بالإقليم، ضعف الولوج إلى المرافق والمؤسسات الصحية، ضعف الاختصاصات الطبية بمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، ضعف العرض الصحي بالإقليم، عدم مواكبة التوسع العمراني من طرف المؤسسات الصحية، طول لائحة الانتظار الخاصة بمرضى القصور الكلوي وعدم استفادتهم من الحصة الثالثة. بالنسبة للموارد البشرية، الخصاص في الأطباء الاختصاصيين والأطر الطبية بالإقليم، ضعف جاذبية إقليم من أجل استقرار الأطباء والأطر الطبية، ضعف العرض الطبي في المجال القروي، الاكتظاظ بقسم المستعجلات لا سيما في الفترة المسائية، ضعف المواكبة النفسية بجناح الولادة، تعطل الأجهزة الطبية وحاجتها المستمرة للصيانة. الأشخاص في وضعية إعاقة تتمثل الإشكاليات في صعوبة الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية. بالنسبة لمحور الحكامة، غياب التواصل وسوء الاستقبال، طول الأجال والمواعيد الطبية، تعقيد المساطر الإدارية بالمستشفى الإقليمي، ضعف الاستفادة من نظام التغطية الصحية الطبية، عدم تفعيل اتفاقيات الشراكة، ارتفاع تكاليف العلاج لتغطية مصاريف سيارات الإسعاف. بالنسبة للحلول المقترحة بالنسبة لمحور البنية التحتية تتمثل في تأهيل المستشفى الإقليمي، إحداث مركز صحي بحي النهضة، إحداث مركز صحي بحي الصحراء، إحداث مركز صحي بحي الشيخ عبداتي، إحداث مركز صحي الإنجابية، بناء مستشفى القرب بالوطية، بناء مركز تحقن الدم، بناء دور سكنية لدعم استقرار الأطر الطبية، بناء مستشفى عسكري، بناء مركز طبي خاص بالأطفال المصابين بالتوحد، إحداث مركز لرعاية الرضع، إحداث مركز محاربة الإدمان. بالنسبة للبنية التحتية أيضا إحداث مركز للسل والأمراض التنفسية، إحداث مركز لسرطان الثدي وسرطان الرحم، إحداث مركز الصحة النفسية والعقلية، توفير تجهيزات للأطباء الاختصاصيين، التعجيل بفتح ملحق مركز لتصفية الدم، خلق حاضنات للأطفال الخدج، خلق مركز لداء فقدان المناعة المكتسب، توفير سيارات إسعاف مجهزة بالمراكز الصحية القروية، توفير قوافل طبية لساكنة العالم القروي بشكل دوري ومستمر، توفير مصل مضاد للسموم بالمراكز الصحية القروية، تجهيز مختبر التحاليل الطبية لتغطية جميع أنواع التحاليل. أيضا توفير جهاز الفحص المغناطيسي ريم، توفير أدوية لمركز تصفية الدم، توسيع العرض الصحي لصالح البحارة في المياه. بالنسبة للحلول المقترحة بالنسبة لمحور الموارد البشرية تمثل في توفير الأطر الطبية المختصة بالمستشفى الإقليمي، توفير طبيب الإنعاش والتخدير، توفير أعوان نقل المرضى لبلونكاردي، توفير طبيب الكلى وطبيب السل، تحسين ظروف عمل الأطر الطبية، تحفيز الأطر الطبية لاستقرار الإقليم عبر توفير السكن وحوافز مادية، التعاقد مع الأطباء والأطر الطبية وإعطاء الأولوية للأطباء المغاربة، التعاقد مع المتطوعين والمساعدين الاجتماعيين، تخصيص أطر من أجل المواكبة النفسية في جناح الولادة. أيضا تعيين أطباء قارين بالمجال القروي، تعيين قابلات بالمجال القروي، الرفع من عدد الممرضين بجناح الولادة، إدماج خريجي المعاهد الخاصة بعقود دورية، توفير تقنيين مختصين لصيانة الأجهزة الطبية، زيادة أطباء مختصين في طب المستعجلات. بالنسبة لمحور الأشخاص في وضعية إعاقة تتمثل الحلول المقترحة في إعطاء الأولوية والأسبقية في العلاجات للأشخاص في وضعية إعاقة، توفير الأطر الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة من أبناء الإقليم، ملائمة العرض التكويني بالمعاهد المحلية للتخصصات،
تهتم بمجال الإعاقة كتقويم النطق، الترويض الطبي النفسي الحركي، تفعيل الشباك الوحيد كيشينيك بمستشفى الحسن الثاني للأشخاص في وضعية إعاقة، تفعيل مختصين في لغة الإشارة لضمان ولوج المرافق الإدارية، إدماج بعد الإعاقة في المخططات التنموية القطاعية. أيضا تنظيم حملات طبية في مجال الإعاقة، تخفيض ثمن الأدوية المزمنة للأشخاص في مجال الإعاقة، تخفيض ثمن الأجهزة التعويضية للأشخاص في وضعية إعاقة، إعادة النظر في نظام التغطية الصحية آمور للأشخاص في وضعية إعاقة وتعويضها بشهادة الإعاقة. بالنسبة للحلول المقترحة بالنسبة للحكامة، خلق خلية الاستقبال والتواصل بين المستشفى الإقليمي، رقمنة المواعيد الطبية، معالجة ظاهرة غياب الأطباء بالمستشفى الإقليمي، تقليص آجال المواعيد الطبية ولا سيما الحالات الاستعجالية، تبسيط المساطر الإدارية للاستفادة من الخدمات الطبية، إعادة النظر في نظام التغطية الصحية ولا سيما للفئات الهشة، تفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوزارة الوصية وباقي الفاعلين، التعجيل بتنزيل اتفاقيات شراكة المبرمة بين القطاع الوصي والمجلس الإقليمي، خلق اتفاقيات شراكة بين القطاع الوصي والمصحات الخاصة لتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية، وأخيرا مجانية نقل المرضى. شكرا لاستماعكم.